مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ دي رقبة ضاني. ايه رايكم؟ تحفة دايبة خالص. لو حابين تعرفوا عملناها ازاي وخدت وقت قد ايه، تعالوا معايا على مطبخي، مطبخ سماح احمد. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد من مطبخ سماح احمد. يلا بينا. انا هنا معايا كيلو رقبة ضاني، مع بصل جوليان، مع طماطم من غير القلب بتاعها، مع فلفل الوان، مع معلقة صلصة، مع شوية بطاطس كده حلوين. والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون وبابريكا مدخنة وروزميري وزعتر فريش. طبعا وانا بنزل هقول برضه ده البصل الجوليان، هنزل بيه كله طلقة 4 بصلات حلوين كده جوليان. ماشي. واروح نازلة عليهم بالفلفل الالوان والطماطم بتاعتي برضو شرايح كده. ماشي. وهنزل بشوية البطاطس، هما 3 بطاطسات او انت عايزة تزودي براحتك خالص. الخضار ده حاجة بتاعتك، عايزة تحطي خضار انت حرة. بالملح والفلفل والكمون والبابريكا المدخنة بتدي طعم حلو قوي قوي للاكل عامة. والروزماري الفريش والزعتر الفريش. ماشي. وهروح عاملة ايه بقى كل ده كده؟ اروح ماسكاه مقلباه ببعضه ده كويس جدا، اتاكد ان التوابل والبصل والطماطم والفلفل والاعشاب كله شرب من بعضه. اهم حاجه بصي، ايوه، افصل الاعشاب كده. وخدي بالك الاكله دي حلوه لان ما فيهاش ولا سمنه ولا زيت ولا حاجه. هي بتتسوى بالدهون اللي بتنزل من اللحمه، ومعروف ان الضاني بيبقى دسم شويه، يعني سمين شويه. فانا مش حاطه فيها اي انواع دهون. ليه؟ قلت هي اللحمه هتنزل اللي فيه الكفايه يعني. اتاكد بس ان كله شرب من بعضه كده. بصوا اهو، دعكوا كويس كده. اللي وصل معايا اللي هنا بقى ما تنسوش اللايك وتعليق حلو كده، ويا رب ويا ريت تقولوا لي انتوا بتتفرجوا عليا من انهي بلد. وبالله بالله عليكم، بالله عليكم كملوا الفيديو على الاقل 3 4 دقايق. ماشي يا حبايبي، اهو كده خلاص كلهم اندمجوا ببعض. هعمل ايه بقى بعد كده؟ بسم الله. هروح هركنهم على جنب، وهجيب اللحمة بتاعتي هتبلها برضو، علشان هنا انا حطيت الخضار بتاعي تبلته لوحده. فاللحمة بتاعتي هتبلها بملح وفلفل، مش اكتر من كده. هحط بقى عليها ملح اهو، وهنزل عليها برضو شوية فلفل كده اهوت. ماشي اهو. اتأكد ان بس كلها، واقلبها الناحية التانية. مش شرط تعملي برقبة ضاني، عايزة تعمليها بقطع ضاني من، يعني مش لازم رقبة من اي حتة في الضاني. مفيش مشكلة. مش هتقولك لا، عايزة تعمليها بعكاوي برضو مش هتقولك لا يعني. هرش برضو ملح وفلفل تاني. ماشي. وبعد كده هتأكد بقى ايه، ان كلها اتبلت بالملح والفلفل اهو. احط كده اهوت. وبعد كده اروح ايه عاملاها كلها بس كده، اتأكد ان هي شربت تبلت معايا كويس. دي رشة سكر بسيطة خالص. ليه بقى؟ عشان تساعد ان هي ما تطولش قوي معايا. يعني انا مش عارفة بقى يعني اللحمة كبيرة ولا صغيرة. فزيادة التأكيد بس عشان ما تقعدش معايا كتير. ما بصش افرض كبيرة بقى وتقعد لي 3 4 ساعات، لا. يعني رشة السكر دي هتسهل في التسوية شوية. دعكها كلها بالملح والفلفل كده والسكر اللي انا رشيته اهو. ما تلاقيش رشة السكر دي مش هتأثر في الطعم بحاجة. لا مفيش اي حاجة. هركنهم بقى على جنب واجيب الطاجن اهم حاجة يبقى سخن مولع. انا مطلعه. بصوا ما تقولوش الطاجن شكله ايه. ده الطاجن ده فلاحي ومعتقاه في البيت. فهو المتعتق الناس اللي بتعمل في الطاجن بتبقى عارفه المتعتق بيبقى لونه كده. يعني ما تقوليش ايه ده الطاجن ده شكله وحش، لا ده بالعكس. ده بيطلع الاكل تحفه تحفه تحفه. انا بقى هنزل بالخضار بتاعي كله في قلب الطاجن هنا. وخدي بالك انا مولعه الفرن من اول ما من قبل ما ابدا بحوالي 5 دقايق.
وكنت حاطه الطاجن عشان يسخن، لان الطاجن الفخار لازم يبقى سخن علشان ما يطولش قوي عقبال ما الحاجه يعني تغلي فيه وكده. بصي اهو انا بقى هنزل بالخضار كله والبهاريز بتاعتي والتوابل اللي فيه كله كله كده، ما اخليش حاجه في البوله بتاعتي خالص. وبعد كده اهو بصي هروح ابتدي ان انا اهو اخلي بس في كل حته، في بصل في طماطم في كده اهو، ما يبقاش ايه نوع في حته واحده. وزي ما قلت لك عايزه تزودي خضار براحتك خالص. وبعد كده ارص اللحمه بتاعتي على الوش كده، كده انزلها كده اهو. بص اعملها على الخضار كده وارصها اهو. احط كيلو اللحمه بتاعي او اي كميه اللي انت حطاه يعني، ايا كان بقى كيلو ونص، اتنين براحتك يعني، على حسب ما انت عامله كميه اللحمه دي بتاعتك انت، وكميه الخضار وانواعه برضو بتاعك انت، يعني مفيش مشكله. في الاول وفي الاخر انتوا اللي هتاكلوه يعني، انا مش هاجي اكل على فكره. بصوا اهو ادي اللحمه اهي بتاعتي. ماشي إيه، انت راكنه الصلصه ليه على جنب؟ هقول لكم انا ليه راكناها على جنب، وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. احنا كده خلاص رصينا اللحمه بتاعتنا. ماشي يا حبايبي، هنعمل ايه بقى في الصلصه بتاعتنا دي؟ هنجيب الصلصه بتاعتنا، ثواني كده نركن الطاجن بس دي نبعده شويه بسيطه كده اهو. ماشي. اجيب ميه من الكاتل، مقدار حوالي كوبايه ميه، هنزل سخنه اهي، بس شايفين مغليه ازاي. انزل على الصلصه بتاعتي وهقلب بالمعلقه كده. خدي بالك ان انا ما حطيتش اي حاجه في الخضار وفي اللحمه، ولا ميه ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. اكتر من كوبايه الميه دي بالصلصه كده، هقلبها وادوب الصلصه كويس جدا. وبعد كده هنزل بيها على الطاجن بتاعي اهي، هنزلها على الطاجن بتاعي. هي دي مادة السوائل يعتبر اللي انا، كل السوائل اللي انا حطيتها هي كوباية المية ام صلصة دي، معلقتين صلصة كده بتاع برطمانات. وهروح نازلة عليها بكوباية مية سخنة واقلبها وانزل على الطاجن بتاعي. وبعد كده هروح جايبة بقى ايه الطاجن مقرباه ليا كده. ماشي. وهجيب الاول هجيب الاول ورقة زبدة مبلولة، علشان في ناس بتقول ان ورق الالومنيوم منه للاكل كده غلط. فانا بليتها بصوا مبلوله ازاي اهي، هحطها على الوش كده اهو. وبعد كده هروح جايبه ورقه الالومنيا بتاعتي واقفل بيها، بس كده انا خلاص حطيتها كلها. اجيب بقى ورقه الالومنيوم واروح ايه عاملاها كده، اقفلها كويس. وهجيب برضو ورقه تاني عشان اتاكد ان هي محكومه كويس قوي من كل ناحيه. هجيب ورقه تاني لان الالومنيوم يكتم السخونيه فتستوي بسرعه طبعا. وزي ما قلت لكم الفرن بتاعي سخن على اعلى درجه. ماشي. هقفلها كويس كده. وبعد ما اقفلها واتاكد ان هي اتقفلت من كل الاتجاهات، هدخلها الفرن وهسيبها المده دي بقى على حسب اللحمه بتاعتك، تاخد ساعه تاخد ساعه ونص على حسب. اول ما تطلع هقولك. بصوا انا هنا اهي طلعتها من الفرن، مرضتش افتحها غير قدامكم على فكره. اللحمه بتاعتي قعدت بالظبط ساعتين، اول نص ساعة نار عالية، وبعد كده عملتها على درجة حرارة 200. بصوا قعدت ساعتين بالظبط. بصوا دايبة ازاي، ايه رأيكم؟ تحفة. وريحتها مش قادرة اقول لكم جمال الاعشاب والبابريكا المدخنة، مدين ريحة حلوة قوي قوي قوي. يا رب تجربوها ويعجبكم وتقولي رأيكم في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.